اجوا اثوالا معرض فني خايص طبعا اللغة السريانية والتربية المسيحية. معرض متضمن أيضا فعاليات نشارك بقاوح مدارس من بغداد وكرمش وبرطلة، مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية، بالإضافة إلى أن أعمال ديخ قشخة يعني رسومات وأعمال يدوية، وأيضا فعاليات ثوالا. المعرض كمحاضير مدير عام دراسة السريانية أستاذ صلاح دعبول، أستاذ صلاح عبوش خضر دعبول، وأيضا كمحاضر مدير عام تربية نينوى أستاذ محمد عبودي، وأيضا مدير قسم تربية الحمدانية دكتور ربيع عضو مجلس محافظة نينوى، وأعضاء وشخصيات أيضا كلها مرحبا بقوها احضرها لهذا معرض ولهذا دمخله مهرجان راب المادية قشخ. معرض الحمد لله خشون أنا جوانب جديدة اختيرية، معرض إن شاء الله كاجب مندك ثيل الآخر لنشول اختيرية والتلاميذ وخزخ إيث من ديانة إبداعات التلاميذ كان برسم وكان بخط وكان باتقان اللغة تحت شعار لغتنا السريانية تعزز وجودنا، وبرعاية معالي وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، وبإشراف السيد صلاح عبوش خضر المدير العام للدراسة السريانية في وزارة التربية، يسر قسم الدراسة السريانية في تربية نينوى وبالتنسيق مع شعبة الدراسة السريانية في قسم تربية الحمدانية بإقامة المعرض الفني السنوي للخط والزخرفة والرسم لمدارس قسم تربية الحمدانية المشمولة بتدريس مادتي التربية المسيحية واللغة السريانية. الحضور الكريم، يطيب لنا أن نستمع الآن إلى كلمة المدير العام للدراسة السريانية السيد صلاح عبوش خضر، فليتفضل. محبة وسلام لكم جميعا. السادة الحضور، مع حفظ الألقاب والمناصب أود أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المميز. أسعدتم صباحا. إن نينوى ليست مدينة تاريخية، بل هي مصدر إشعاع ثقافي وحضاري، وتنوع أطيافها يعكس تنوع الثقافات التي أسهمت في بناء هذا الوطن. واليوم ونحن نحتفل بهذا التنوع نؤكد على أن هذه المدينة كانت ولا تزال نموذجاً للتعايش السلمي المشترك بين مختلف مكونات المجتمع العراقي، بما يسهم في تقدمها وازدهارها. إن لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نجتمع اليوم في هذا المعرض السنوي الذي يحتفي بجمال الخط والزخرفة في لغتنا العريقة اللغة السريانية، التي حملت بين طياتها تراثاً فكرياً وروحياً عميقاً يمتد عبر قرون طويلة. هذه اللغة التي كانت يوماً من أهم أدوات التواصل والبحث العلمي والفلسفي لا تزال حية بفضل جهودكم واهتمامكم المتواصل بإحيائها ونشرها. إن تخصيص جانب من المعرض للتربية المسيحية يؤكد على أهمية القيم الروحية والأخلاقية التي شكلت جزءاً جوهرياً من حضارتنا السريانية، مما يسهم في ترسيخ المحبة والسلام في نفوس أجيالنا الصاعدة. ختاماً، أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا المعرض، ولكل المشاركين الذين أبدعوا في أعمالهم الفنية، فأنتم الحراس الحقيقيون لتراثنا ولغتنا وهويتنا. نرجو أن تستمر هذه الجهود المباركة في نشر المعرفة والجمال، وأن يبقى الخط السرياني شاهداً على مجد حضارتنا. دمتم مبدعين ومتألقين. شكراً لكم جميعاً. برعاية كريمة من معالي وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، أقامت مديرية عامة للدراسة السريانية وبتعاون مثمر مع قسم الدراسة السريانية في تربية نينوى معرضها السنوي
للزخرفة والخط واللوحات تعبر عن ما مكنون في أبناء التلاميذ. طبعا هذه النشاطات تعزز هدفين: الهدف الأول الانتماء لهذا البلد، والقضية الثانية الهدف الثاني هو الحفاظ على الهوية. هذه الهوية التي يحافظ عليها المكون المسيحي. نحن اليوم داعمين كل الدعم لقسم الدراسة السريانية عبر وزارة التربية وعبر تربية نينوى. اليوم حبينا نشارك إدارات المدارس وأبناء التلاميذ هذه الفرحة، ونحب إن شاء الله نكون يعني الأيام القادمة تعزز هذه الأمور. أعزائنا الحضور، نشاهد الآن فعالية شحلوفة شاتو فصول السنة يقدمها مجموعة من أطفال روضة البيبون السريانية. جيت هنا المعرض مدرسة أشور مانيبال السريانية. هو نتيجة جهود وتنسيق مع مديرية عامة دراسة السريانية وقسم دراسة السريانية بتربية نينوى مقابلا شعب الدراسات السريانية بتربية الحمدانية. هذا معرض له جهود مدارس دينا تابع القسم بغدادة، تقريبا مش حيل مربي مدارس مشارك بهذا معرض. نتاجات الطلبة والتلاميذ دينا شمل ايقونات مسيحيه ولوحات سريانيه وخط سرياني وزخرفه. شاكرنا لجنه تحضير ولجنه تنظيم وادارات المدارس المتعاونه منن. شاكرنا قناه عراقيه سريانيه ثم طيله هذا معرض. شاكرنا حيل حيل. أعزائنا الحضور، نستمع الآن إلى الدكتور ربيع يوسف عضو مجلس محافظة نينوى لتقديم كلمة بهذه المناسبة. الأخ العزيز أستاذ محمد إبراهيم، والأخ عزيز أستاذ صلاح عبوش، الأخ أستاذ رافد، والأخوة الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والمناصب. اليوم فرحة كلش كبيرة، خاصة بحضور أستاذ محمد مدير عام تربية نينوى هنا بين أهله وناسه في منطقة تحمل بطياتها كل المعاني من محافظتنا الحبيبة، هي منطقة بغدادة. هاي المنطقة التي كانت دائما على مر الأجيال معطاءة خاصة بالكوادر التربوية التي أغنت المحافظة بعلمها وأدائها المتميز، حيث نرى في جميع الأقضية والنواحي في المحافظة من الإخوة في بغدادة يداومون في هذه المناطق، قدموا وعلموا وخرجوا أجيال. هاي الأجيال تبوت مناصب عالية في الدولة. شكر أيضا موصول إلى حركة بابليون وأمينها العام الشيخ ريان الذي كان دائما داعما ليس فقط لقطاع التربية ولكن لكل القطاعات في الحياة. اليوم من هذا الكرنفال هذه هي رسالة إلى مجتمعنا ورسالة أيضا إلى المجتمع الدولي. هاي المنطقة هي باقية
بأهلها بناسها، هي أيضا رسالة للمجتمع الدولي حول التعايش السلمي الموجود في المحافظة، خاصة من خلال المكونات والطوائف التي تحملها هاي المنطقة. اليوم زيارة مدير عام تربية نينوى لهذه المنطقة وبحد ذاته هو دعم لهذه المنطقة. مشكور جدا. خلال فترة كلش قصيرة كانت من استلامه مهامه، ولكنه أثبت بأنه فعلا هو إنسان يستحق الشكر والتقدير، إنسان مهني. أنا يعني خلال فترة كلش قليلة كنت متواصل وياه من استلام المهام، فأثبت كفاءته بالعمل، وهذا احنا كمجلس محافظة نينوى داعمين لحضرتك في مسيرتك، وخاصة أيضا للأستاذ صلاح الذي أنعش قسم التربية السريانية ودعمه بكل قوته، وأستاذ فادي أيضا متواصل دائما، وأيضا كل الكادر اللي يقوم بهذه العملية. اللغة السريانية هي اللغة الأم لأهلنا. أكيد إحنا اليوم في بعض الأحيان نفكر، أكو البعض يقول أنا إيش أستفاد من هذه اللغة، خاصة مثلا من أطلع للمجتمع الخارجي أو من أصل إلى الجامعات. اليوم لا، أكو اليوم أيضا بالأيام القادمة استحداث أيضا لقسم اللغة السريانية، وهذا من خلال هذا المنبر أزفها لكم. بالأيام القادمة أكو استحداث لقسم اللغة السريانية في جامعة الموصل كلية التربية، أيضا راح تكون هذه منفذ لأجيالنا القادمين، وهو منفذ أيضا للتعيين، حيث نعاني من قلة الكوادر في اللغة السريانية بهذا المجال. سيتم استحداث هذا القسم في جامعة الموصل التي تعتبر من الجامعات العريقة بين الجامعات العراقية والعالمية. أنا كلش سعيد اليوم أنا بيناتكم. هاي لغة آبائنا وأجدادنا، لازم احنا ندعمها بكل قوتنا لكي نحافظ على الإرث اللي حملوه لنا آبائنا وأجدادنا، ونكون أمينين بالحفاظ عليه. هاي الأرض وهذا الجيل هو أمانة بأعناقكم أنتم ككادر تعليمي، بأن نحافظ عليه ونحافظ على كل المكتسبات اللي حصلها آبائنا وأجدادنا قديما، ونكون جزء لا يتجزأ من عراق موحد مركزي تحت علم عراقي موحد. برعاية معالي وزير ديدن التربية دكتور إبراهيم نامس الجمهوري
وأخني مشاركة مديرية العامة نينوى قسم ديدة السريانية، ومنسقلا مع شعبة الدراسة السريانية بتربية حمدانية وذلا معرض ببغدادة مدرسة مار أفرام السريانية. معرض طبعا ثواب عروض مسرحية، أنا عروض أنهي كمعزي بانتماء داني يلينا لاذا وطن وجزرئي أخلاق الدين المسيحي ديدا دين السراي تعاليم ديدا دمشيحة دغرزي باني أجيال ديدا دينا كمشكلي مستقبل بغدادي وأيضا دي المستقبل العراق. طبعا معرض ثواب صور ومشاركات من كل مدارس بغدادي وبرطلة وكرمش. طبعا أني صور أكثرية لغة سريانية دمعزي هوية لغة آواثا وساواثا، وأثوب صور دينية. أني صور دينية متخازيها أني أطفال، أكيد أني أطفال بتغرزي قيم وتعاليم دمشيحة بحياة حتى تم تطبيقه، وأكيد بتخدمي لنا المستقبل. تنفيذا للخطة السنوية الصادرة من وزارة التربية المديرية عام الدراسة السريانية، اديو منظم لنا مهرجان بالمعرض الخط والزخرفة باللغة السريانية في منطقة الحمدانية، قسم بالتعاون مع قسم الدراسة السريانية في تربية نينوى وشعبة الدراسة السريانية في تربية الحمدانية. طبعا كل الأعمال الفنية واللوحات الفنية برزي اللغة السريانية لغة الأم للمنطقة والمناهج الدراسية الخاصة بالمدارس التابعة إلى المديرية العامة للدراسة السريانية. طبعا اللوحات الفنية والأعمال اليدوية كيوي طابع الحضاري واللغة المنطقة نفسها والمنهج الدراسي الخاص بالمدارس والتعليم. شاكرين كل من دعم له هذا معرض ولإنجاح المعرض من اللجان التحضيرية من السادة المدراء العامين أستاذ صلاح أستاذ محمد مدير عام تربية نينوى، السادة المعلمين والمعلمات اللغة السريانية والتربية الدينية المسيحية. أعزائنا الحضور، نشاهد الآن فعالية يونوتليثو يقدمها تلاميذ مدرسة آشور بني بال السريانية. نستمع الآن لترتيلة موران إثرا حامعلين وأتره باسمه يقدمها طلاب ثانوية مار أفرام السريانية المختلطة. Happy
اشتام الاخو اجوا اخني حضيرا هذه احتفاليه او بصخوثه لكم وذيله يلينا دينا قاري لشانا سريانا وايضا دينا كملبي تنياثي دمشيحه. هذا معرض اتله اهميه ربثه لانه كعاكس وجود ديدا اخني سراي اخني سريان دي اخناشي داذا اثرى اخني ناشي اصليني دي عيش بادي دكثه بيت نهر اكيد تراث وتاريخ النشواثن كي وزيله ولكن قادها حصل دم حدث دهويله مديريه تعليم اللغه السريانيه مديريه وزاره التربيه اكيد اني ثمار ديدح اظهرها من خلال اني صرياثها دي نرسمها يلينا واني زمرياثها دكم شمخ يلينا. اكيد كله ناشي كله شعوب ادلك مهتمي بتراث دت باصالته اكيد كزاله ثقافه داني ناشي وتاريخ ديه. هذا معرض اهو مخيله لشاند النشواثن ايضا كم ذاكرا باثر ديدا بتاريخ ديدا كم ذاكرا بنشواثن دي وقماي دم حفظه ودكم منطيلا ما دي اخني إلح من داني تربيه صالحه وتنياث دمر نعيش عمشيحه ولشان اصيل دي لشان سريانه.